تخيلوا دولة عربية جابت الجماهير يستمتعوا بكأس العالم على نفقتها الخاصة وسكنتهم بفنادق 5 نجوم. تعالوا نتعرف على القصة. يا اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ سياتي لا اول شيء اوجه لك التحيه انت ومتابعينك. حبيب قلبي، مبدع الفتره الاخيره، مكسر الدنيا. وين تروح وين تجي؟ وطبعا شكرا لك. مبخوت اتصلت له قلت له مبخوت جاي بدي احضر مباراه، ما في. قال لي ابشر تعال، والله جيت وظبطت التذكره. حبيبي يا مرحبا. احكي لنا على موضوع الجماهير القطريه. شفنا ما شاء الله عدد هائل، كيف اجوا؟ شو دور الدوله بجيتهم؟ اول شيء هذه بادره من الاتحاد القطري لكره القدم. قرب شوي. بادره من الاتحاد القطري لكره القدم، حتى لو ما سوى هذه البادره راح تجي الجماهير القطريه، لكن هم ما قصروا جزاهم الله خير، وتكفلوا بالطيران وبالسكن وبتذاكر المباريات. حتى لفتني الفنادق 5 نجوم، مش اي فنادق كمان. اللهم لك الحمد. وايضا حتى الجاليه العربيه اللي موجوده في كل ولايه يعطونهم فور فري تذاكر كمان. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. لا ننسى المسؤولين، هم لولا يعني المسؤولين ما صار هذا الشيء. صحيح. كم عدد الجماهير اللي يجوا؟ 1000. ما شاء الله، تخيلوا 1000 شخص، وطبعا كله يقدم، اللي يقدم اجا. انا اقول لك لو تاهلنا ان شاء الله ممكن يجيبون بعد كمان 1000 ثاني. لا مش 1000 ثاني، ممكن 4000 ثاني يعني. كمان. نعم. ما شاء الله. بس ان شاء الله في كاس العالم الجاي ان شاء الله. تحياتي لك مبخوت، وانها امريكا.